السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات سؤال وجواب اللي بقالها كتير جدا 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 ما عملناهاش. بس خلينا نختم السنه، نختم 2022 بحلقه سؤال وجواب. وعشان الحلقه دي ممكن تطول منا شويه واحنا بنرد على اسئلتكم، فاولا هتلاقي الاسئله متقسمه على التايم لاين بتاع الفيديو، وثانيا ممكن تسمع الحلقه دي بس هتلاقي نسخه مسموعه على منصات البودكاست بتاعتنا. ريفيولوجي بودكاست هتلاقيه على سبوتيفاي، ابل بودكاست، جوجل بودكاست، اي كاست عندك، اي تطبيق كاست هتلاقيها موجوده لو سرشت على ريفيولوجي بودكاست. خلينا نبدا الفيديو. وخلينا نبدا باسئله جروب الفيسبوك اللي هو فون فري كوميونتي. لو انت مش فيه تروح تشترك فيه. واول سؤال معانا من محمد عماد، وبيسال عن اسباب الازمه الحاليه في سوق الموبايلات. طبعا اسباب الازمه الحاليه في سوق الموبايلات في اسباب دوليه واسباب محليه، ونقدر نقول ان احنا بنتكلم في ثلاث محاور: محورين محليين ومحور عالمي. طبعا في مصر انت عارف ان في ازمه دولار، لانه مش بس الموبايلات هي اللي فيها ازمه، لا كل حاجه فيها ازمه تانية. وبالتالي اول محور هو انه في ازمه دولار، سعر العمله عمال يقل مقابل الدولار، وبالتالي الحاجات كلها بالذات اللي مسعره بالدولار او اللي بنستوردها بتزيد وتزيد. لكن المشكله التانية كمان ان الاستيراد اصلا في مشاكل من اول السنه. يعني اغلبيه المنتجات او الحاجات اللي مش مهمه قوي اللي هي الالكترونيات واللي منها الموبايلات واقف وصعب جدا استيراده من اول السنه. يعني دخل دفعات قليله جدا من اول السنه، نزلت موبايلات جديده قليله جدا من اول السنه، لان الاستيراد واقف، لان في ازمه دولار، لان دي حاجات تعتبر رفاهيه شويه والدولار متحوش لحاجات اهم. وبالتالي ده سبب المشكله والازمه اللي موجوده في السوق في مصر. عالميا بقى بعيدا عنا احنا خالص، في ازمه عالميه بسبب مثلا انه في كورونا كل شويه تيجي في الصين، فالصين تروح قافله مصانع كتير وتقفل مناطق كتير، وطريقه تعاملها مع اي حالات كورونا بتظهر انها بتروح قافله البلد كلها، وده بيأثر على الانتاج وسلاسل الامداد والتموين والكلام ده كله. ده غير بقى الازمات الدوليه من صراعات اقتصاديه وصراعات سياسيه وصراعات حربيه وعسكريه. يعني مثلا عندك خناقه امريكا والصين، اللي امريكا شغاله حظر في الصين وشغاله حظر على الشركات الصينيه والشركات اللي بتصنع المكونات اللي جوه الموبايلات والالكترونيات، وبالتالي بقى في تضخم عالمي وبقى في اسعار اعلى شويه، وابتدينا نشوف ان الشركات نفسها بقت تسعر اصلا من بره اغلى شويه. يعني الشركه اللي كانت بتنزل موبايل مثلا ب 100 دولار بقت تنزله ب 110 120. وفي شركات بقت تلجأ لحلول تقلل التكلفه شويه. على سبيل المثال ابل مثلا لما نزلت الايفون 14 خلت ال 14 العادي لاول مره بالمعالج بتاع السنه اللي فاتت، وده ما حصلش قبل كده. الدنيا كلها بايظه. عشان كده تلاقي حتى شركات بره يعني ما طلعتش السنه دي حاجه كبيره قوي، مفيش حاجه كده تخطف عينيك. وبالتالي هي دي ازمه سوق الموبايلات في 2022، واللي متوقع انها مكمله معانا لحد تقريبا نص 2024 كمان. فمتوقع ان في 2024 تبتدي تشوف بدايه حل الازمه ده، ان ما حصلش اي مشاكل تانية من المشاكل اللي بتحصل في العالم، زي ان مثلا الصين تتجنف على القهوه وتروح ظرفة تايوان صاروخ، ولا الواد بتاع كوريا الشمالية ظروفنا كلنا صاروخ، وهكذا. تاني سؤال من عبد الرحمن محمود برضو على الجروب، بيسأل ازاي اذاكر اناتومي وباقي مواد صيدلة، ومشكلة عامل اللغة ان هو بيقعد يذاكر المادة بالعربي وبعد كده يترجمها. بص، يمكن انا مش احسن واحد تسأله عن موضوع المذاكرة ده، لان انا كنتش جامد قوي في المذاكرة. يعني الواحد كان مركز في الموبايلات شوية زيادة، فخدت من وقته في الجامعة. ولكن الحمد لله الواحد اتخرج من الجامعة واقدر اديك شوية نصايح تذاكر بيها. يعني انا شايف ان بعد ما اتخرجت يمكن ادركت انه في مواد كتير كنا بناخدها الواحد كان المفروض يذاكرها للعلم مش للامتحان او مش للمذاكره، لأن المواد دي فعلا مفيده. وبالتالي انصح بقى اللي لسه بيتعلمها ان هو يحاول يفهم ان في مواد كتير من اللي هو بياخدها، زي مثلا احنا في صيدله فارما مثلا، هتستفيد منها جدا. تعرف ان دي حاجه انت بتدرسها للعلم، انت بتعرف المعلومات دي كلها للعلم مش عشان تخش تحطها في امتحان. فدي اول حاجه. تاني حاجه، حاول تعرف الهدف من اللي انت بتذاكره. يعني في مشكله عند اغلبيه الدكاتره في مصر ان محدش بيقول لك الاوبجكتيفز بتاعت الماده دي. هو انا المفروض اخرج من الماده دي عارف ايه وليه، وممكن استخدم الماده دي في ايه، او هتستخدم في ايه، او هتخش في فهم ايه. فانت بتحس ان انت عمال تذاكر وتذاكر وتذاكر في كلام دش مش عارف اخرة الدنيا دي ايه ولا اخرة المادة دي ايه. وبعد ما تتخرج وتروح سوق العمل تكتشف ان والله ايه ده المادة دي احنا ممكن نستخدمها في الشغلانة الفلانية، والشغلانة الفلانية عاوزك تكون شاطر في المادة دي، والمعلومة دي كان ممكن الاقيها في المادة دي. فحاول تعرف هو الهدف من المادة اللي انت بتذاكرها دي ايه. دي تاني حاجة. تالت حاجة، في طرق مذاكرة كتير بقى عند الناس. ناس بتذاكر بالكتابة، بالتلخيص، بالقرايه بس، بالسماع كتير. جرب كل الطرق وشوف ايه الطريقه المناسبه ليك. بالنسبه لي كنت بشوف الكتابه طريقه لطيفه، تلخيص الحاجه واكتبها مره،
كانت حاجه لطيفه. ويعني هي صيدله كده كده برضه هتعتمد على حفظ كتير كتير كتير، وبالتالي برضه اظن ان الكتابه هتبقى مفيده في الموضوع ده بالنسبه لي يعني. جرب وشوف. تاني حاجه موضوع الانجليزي ده، انا شايف ان الانجليزي هو ما كانش عندي ازمه في الانجليزي انا، لان انا اصلا كنت في مدرسه هي كانت لغات، فانا طالع على صيدله متعود يعني ان انا اخد الحاجات دي بالانجليزي، فمش مشكله. بس في حاجه، اصدقاء كتير كانوا جايين من مدارس عربي عادي وتعودوا عادي. يعني انت هتقعد اول سنه بس دي اللي بتبقى الدنيا مش مظبوطه فيها، وبعد كده بتتعود. لان في حاجه مهمه جدا هتفهمها، انه الانجليزي بتاع العلم ده مش هو الانجليزي العادي يعني. يعني انت ممكن تكون فاهم انجليزي اللي هو بتاع المواد اللي احنا بندرسها، بس ما بتعرفش تتكلم انجليزي. واساسا بتبقى فاهم الماده ومش عارف تترجمها عربي يعني. افضل حاجه ما تقعدش تترجم عربي، ان انت اصلا تفهم انجليزي بانجليزي، بالذات المصطلحات العلميه دي انت ما تقعدش تترجمها عربي خالص، انت فاهمها انجليزي زي ما هي كده. عشان كده تلاقي مثلا في ناس كتير مثلا لما بتيجي تتكلم في شغلانات علميه، صيدله، بتوع طب، بتوع هندسه، بتوع كمبيوتر ساينس، هتلاقيهم بيستخدموا مصطلحات انجليزي كتير. دي مش فازلكه منهم، لكن غالبا هو مش عارف اصلا مصطلحها عربي ايه. فاهمني؟ فانت فهمه بالانجليزي زي ما هو. وتاني حاجه ده اول سنه او اول ترم بس، وبعد كده تتعود يعني. اغلبيه الناس اللي كانت معايا اتعودت بسهوله وبقت زي الفل يعني. طيب في برضه انت بتسالني ازاي اصلا ان انت تكتسب لغه جديده بقى عشان تعرف تتواصل مع الناس ومش عارف ايه. انا ممكن اسيب لك روابط تحت في الديسكربشن لقنوات ممكن تعلمك انجليزي، منها مثلا قناه يلا انجليزي لمستر محمد سيد، قناه لطيفه. وفي قنوات تانية هسيبها لكم تحت في الديسكربشن. بما ان اتكلمنا عن الدراسه، هروح لتويتر. كان في سؤال عن الدراسه من عمرو اللي هو تجهس، وبيسال عن هل طب ولا كمبيوتر ساينس افضل ككليه. خليني اقول لك انه عشان تختار كليه لازم تفكر في حاجتين. اول حاجه هي ايه مهاراتك، انت بتفهم في ايه وما بتفهمش في ايه، بتحب ايه وما بتحبش ايه، هتعرف تذاكر ايه ومش هتعرف تذاكر ايه، او ايه اللي انت عقليتك تنفع فيها. يعني واحد عقليه رقميه بيعرف يتعامل مع الارقام، واحد لا ما بيعرفش يتعامل معاها، واحد ملوش في ان هو يقعد يحفظ معلومات كتير، واحد ذاكرته تعبانه، واحد عنده مهاره حل المشاكل، وهكذا. لازم تفهم دماغك عامله ازاي، لانه دماغك دي بتترجم لمجالات معينه. يعني مجال مثلا زي الهندسه، الكمبيوتر ساينس، المجالات الرياضيه عامه، محتاجه واحد عنده مهاره حل المشاكل قويه جدا، بيعرف يلقط ويربط ويعمل. مش مهم قوي عنده موضوع ان هو يبقى قوي الحفظ. لكن على الناحيه التانية مثلا واحد في طب، في صيدله، عنده مهاره الحفظ لازم تبقى عاليه. ومش حفظ بس، لازم تبقى حافظ وعارف برضه تبقى فاهم انت بتعمل ايه وتستدعي المعلومة دي امتى، وهكذا. تبتدي تشوف مهاراتك اصلا. دي النقطة رقم واحد اللي انت تفكر فيها. تاني حاجة تشوف هو سوق العمل اصلا عايز ايه، ايه الشيء الرائج، او ايش اللي هيبقى رائج كمان 10 سنين او 5 سنين او في المستقبل هيبقى رائج، وايه اللي هيبقى عليه طلب اكتر وعدده لسه مش كبير، لسه مش مكتفي، لسه مش مزدحم. يعني على سبيل المثال، بما اني صيدلي يعني، فسوق الصيدلة في مصر مزدحم جدا، طلب عليه عالي. عشان كده مثلا تلاقي انه الرواتب بتاعته مش قد كده، المشاكل بتاعته كترت، المنافسه فيه بقت عاليه قوي، وبالتالي يمكن مش احسن حاجه تخشها دلوقتي الا لو انت حاببها. هتكلم عن الموضوع ده بعدين. الطب والكمبيوتر ساينس هما الاثنين مجال مطلوب جدا عالميا، وفي مصر مطلوب جدا. طبعا كمبيوتر ساينس رائج جدا دلوقتي، واي اي وماشين ليرنينج والكلام ده كله، وبيقبضوا مرتبات عاليه جدا بره وجوه برضه، والمجال مفتوح جدا يعني. ولكن الطب برضه يعني من المجالات اللي مش هتندثر خالص، الطب البشري تحديدا، ومطلوبه جدا. وعدد اصلا اللي موجود في مصر مش كتير قوي، والعدد اللي بره مطلوب برضه. فالاطباء برضه مطلوبين. فمن ناحيه سوق العمل المجالين مطلوبين جدا. وبالتالي ترجع بقى لفكره هو انت مهاراتك ايه والمسار اللي انت عاوز تمشيه. خد بالك لو دخلت طب مثلا هتقعد 6 7 سنين، وبعد ما تتخرج لازم تكمل دراسات عشان تبتدي تتخصص ويبقى ليك اسم او ليك وزن في المجال ده. فيعني طريقها طويل قوي، على عكس مثلا كمبيوتر ساينس 4 سنين، بعد كده تتخرج تشتغل على طول، مش هتحتاج ممكن تعمل دراسات كتير قوي. في فكرة تانية برضو، انت ممكن تكون حابب حاجة قوي بس سوق العمل بتاعها مش حلو قوي، اما ان هو مزدحم جدا زي فكرة الصيدلة دي، او انه اصلا مش رائج اصلا يعني، الطلب عليه ضعيف في البلد اللي انت فيها، ولكن انت بتحبها قوي. ممكن ساعتها تخش برضو المجال ده، بس لازم تبقى عارف ان انت داخل منافسة قوية، وبالتالي لازم تكون مميز جدا عشان تعرف تنافس وتصارع في وسط الناس اللي بتصارع. وبالتالي عشان الخص لك فكرة الاختيار، هتشوف مهاراتك عامله ازاي الاول، هتشوف سوق العمل عامل ازاي الاول، وبعد كده تبتدي تختار. لو انت هتختار بناء على سوق العمل ايه الحاجه الافضل، هتروح ليها على طول، وتبتدي انت تحاول تتأقلم وتظبط مهاراتك عليها. ولو هتختار بناء على هو انا مهاراتي وبحب كذا، لازم تدرك انه ممكن تختار مجال يكون سوق العمل فيه مش قد كده، وبالتالي هتبقى عاوز ان انت تبذل مجهود كبير جدا عشان تبقى مميز، لان سوق العمل هنا
مزدحم او الطلب عليه مش عالي اصلا، فالفرص فيه قليله. نرجع بقى لاسئله جروب الفيسبوك، ونرجع لعبد الرحمن محمود تاني. ومعانا سؤال من ابراهيم امين على تويتر. الاتنين كانوا بيسالوا على موضوع الاي اي، بالذات الاي اي بتاع الصور، وهل الاي اي هيستبدل المصممين او هيضر المصممين. خليني برضو اديك نبذه دلوقتي لو انت مش عارف وانت قاعد بتسمعنا. فدلوقتي في الات بالاي اي تقدر ان انت تكتب لها انا عاوز صوره شكلها عامل كذا، عاوز كذا كذا كذا، تكتب لها وصف يعني، والوصف ده يتحول لصوره بالاي اي. يعني مش هيجيب لك صوره من الانترنت، مش هيبحث لك صوره على الانترنت، لا هيعمل لك صوره من العدم يعني. وبالتالي ابتدى يبقى في تهديد للمصممين. هل كده المصممين دورهم هينتهي يعني؟ الاجابه بالنسبه لي هي لا، دورهم مش هينتهي، ولكن لازم المصممين يبتدوا يتعلموا الاي اي ويتعلموا الادوات دي ويستخدموها في شغلهم ويحتضنوها، لانه ببساطه لو انت حاولت تمشي عكس الاي اي هيتداس عليك بعد كده. بص، احنا كبشر عامه يعني بنعرف نتاقلم، وعادي جدا ان في اشغال تندثر. يعني مثلا عندك صناعه الدروع كانت منتشره في وقت ما، دلوقتي ما بقاش في دروع، وبالتالي بتوع الدروع بقى يبيعوا ايه دلوقتي؟ بقى يبيعوا بدل مضاد للرصاص، او كبروا قوي بقت شركات للاسلحه والكلام ده، وبالتالي احنا بنتطور. فاللي هو انت لازم تحتضن التكنولوجيا، وبالتالي المصمم ممكن يتحول دوره بعد كده ان هو يبقى الشخص اللي بيكتب الاكواد بتاعت الاي اي، وبعد كده يبتدي يعدل في الصوره اللي ظهرت من الاي اي، ويبدا يدي الاوامر للاي اي. فالمصمم دوره مش هينتهي، ولكن ممكن يتغير مع الوقت. وبالتالي نصيحه للمصممين، ما تمشيش عكس التكنولوجيا. حاجه جديده ظهرت احتضنها وتعلم الادوات بتاعتها. في نقطه ممكن اقولها هنا كده في النص، ان في ناس كتير قوي بتقعد تقول لك لازم كلنا نتعلم برمجه. انا مش شايف ان لازم كلنا نتعلم برمجه، بس لازم كلنا نبقى عارفين ايه اللي بيحصل. لازم كلنا نتعلم الادوات اللي بتطلع دي وازاي نستخدمها وازاي نستغلها في مجالاتنا المختلفه. مش لازم نعرف اكواد او كودنج، لكن لازم نعرف الحاجات دي مهمه. سؤال ثالث من عبد الرحمن محمود، وما شاء الله يعني عبد الرحمن محمود واخد الفيديو كله لنفسه. هو بيتكلم هل الحاله الاقتصاديه هتاثر على المحتوى التقني تحديدا. طبعا احنا في المجال التقني السنه دي كنا قدام تحدي كبير قوي. اولا زي ما انا قلت من شويه، انه اصلا مفيش موبايلات بتنزل جديده في مصر، وبالتالي قدرتنا ان احنا نريفيو موبايلات، الناس اللي كانت بتريفيو موبايلات قلت جدا. يعني على سبيل المثال انا تقريبا عامل ريفيو ل 22 موبايل او حاجه كده، وده اقل من نص الرقم اللي انا كنت بعمله كل سنه. كنت بعمل حوالي 40 48 50 موبايل كل سنه. وكمان الناس اصلا مش مهتمه قوي انها تشوف ريفيوز للموبايلات، لانها ببساطه الحاله الاقتصاديه لا تسمح انها تقعد تفكر في موبايلات، ودي رفاهيات ملهاش لازمه. وسوق الموبايلات اصلا ابتدى يغلى بشكل غير طبيعي، وبالتالي كان ازمتين. انت اصلا مش عارف توصل لموبايلات، ولما بتعمل ريفيوز بتلاقي انه مفيش اصلا اهتمام من الناس، لان الناس مش مهتمه دلوقتي بريفيوز موبايلات ولا عاوزه تشتري موبايلات دلوقتي. ده جانب. كمان جانب تاني انه مصادر الدخل انخفضت. اللي عنده سبونسرشيب، واللي عنده رعايات، واللي عنده ديلز، واللي عنده مش عارف ايه، كل الحاجات دي وقفت. محدش عارف يعمل حاجة، لأنه المجال كله انهار تقريبا. انت عندك فوق ال60 وال80% انخفاض في مبيعات الموبايلات في مصر، وده بيأثر على المحلات، وبيأثر على السبونسرشيبس، وبيأثر على صناع المحتوى في الآخر. ففي انخفاض كبير قوي في الدخل، مقابل ارتفاع في اسعار الحاجات اللي احنا بنستخدمها، مقابل ان مفيش موبايلات، مقابل كمان مفيش اهتمام من الناس. احنا في وضع صعب جدا في المجال التقني. ممكن اللي ينجو شوية اللي بيقدم محتوى ترفيهي اكتر، بيقدم محتوى مش معتمد على اجهزة اكتر، بيقدم محتويات تانية وعارف يتأقلم. الناس اللي على التيك توك برضو ناجين شوية، وان كانوا برضو مش احسن حاجة. يعني شخصيا يعني واجهت صعوبات كبيرة السنة دي، صعوبات نفسية وذهنية، والواحد جاله كرياتيف بلوك لو مش قادر يفكر في محتوى، مش قادر يعمل فيديوهات. ولدرجة زي ما انتم شايفين تقريبا من شهر 9 والقناة ابتدت تموت، مبقتش انزل عليها فيديوهات. الواحد قرر ياخد اجازة من شهر 9، وكان عنده امل ان هو يعود في شهر 11. جاي 10 وجه 11، حاولت اطلع فيديوهات، طلعت واحد او اتنين او تلاتة تقريبا، وبعد كده رجعت تاني مش قادر اطلع فيديوهات. ويعني الفيديو ده انا بزقه اصلا بالعافية لما اطلعه. فالواحد حالته المزاجية مش أحسن حاجة إن هو يطلع فيديوهات. وكل ما يبتدي يصور يكتب سكريبت ما يبقاش عارف. لدرجة المرة دي أنا مش كاتب سكريبت، أنا كاتب نقط في ورقة وبحاول اتكلم انا. يعني الواحد السنه دي كان اول مره يفكر انه لا الحمد لله ان ده مش شغلانتي الرئيسيه. وتاني حاجه الواحد فكر يعتزل اليوتيوب خالص، لانه حاسس ان هو كان بيجي على نفسيتي. اللي هو الواحد عنده مش قادر يطلع حاجه، حاسس الحاله كلها كئيبه، الناس كلها مش عاوزه تشوف. تيجي تتكلم على حاجه تقنيه مثلا بتحبها، وتلاقي محدش مهتم، لان محدش بيفكر في موبايلات دلوقتي والكلام الفاضي ده. اما بقى فكره ان انا اتحول للمحتوى الطبي، فانا عندي قناه طبيه اسمها دكتور جدو، عملت عليها تقريبا 6 فيديوهات، كانوا فيديوهات كويسه جدا. ولكن انا اكتشفت انه
المحتوى الطبي برضو محتاج بحث كتير جدا. الموضوع مش سهل ان انت تطلع حاجات طبيه. اي نعم، في ناس كتير بتهبد وصيادله كتير بيعملوا حاجات غريبه، ولكن انا شخصيا ببقى شايف ان موضوع الطب ده لا، انا ما ينفعش افتي. انا لازم اعمل بحث كويس جدا، لازم اقرا ابحاث كتير قوي عن الحاجه اللي انا هتكلم عليها. لما اعمل فيديو يكون فعلا قيم، مش طالع اعبي هوا في ازايز. فالموضوع حسيت ان هو هيبقى كبير، فقلت استنى عليه شويه زياده، اكون انا اتعلمت اكتر، خدت خبره اكتر، واكون بطلع حاجه احسن. فان شاء الله ممكن ارجع تاني للمجال الطبي. ولكن لسه نروح بعد كده لسؤال تاني من شريف يوسف برضو على جروب الفيسبوك، عاوزني ارتب له الشركات. ودي الحقيقه حاجه صعبه شويه، لانه في صعوبه دايما في ترتيب الشركات من نواحي مختلفه، لانه مفيش ميثودولوجي او طريقه معينه هنمشي عليها. لانه ده هيتدخل فيها رايي الشخصي اللي هو ممكن ما يبقاش رايك، لان المنتجات عامه بتخضع للآراء جدا. يعني ممكن تبقى حاجة أحسن حاجة عندك مش أحسن حاجة عندي، وهكذا. حد هيحب مثلا أبل قوي وهيبقى شايفها بتقدم حاجة عظيمة، ممكن أنا أحب حاجة تانية، ده هيحب حاجة تالتة، وهكذا. فالموضوع مش هيبقى ثابت دايما. من ناحية المبيعات، فطبعا أنت ممكن تشوف تقارير جي اف كي، اي دي سي، كانالايز، والحاجات دي هتلاقي عليها مين بيبيع أكتر. طبعا هو اللي بيبقى أول ثلاثة سامسونج، أبل، وشاومي عالميا. وفي مصر هنا هتلاقي سامسونج وأوبو وشاومي اول ثلاثه. اما من ناحيه المميزات والعيوب بتاعت كل شركه، فانا كنت بدات في اول السنه دي سلسله اشتري وما تشتريش، عشان اللي هي عملت سامسونج، اسباب تخليك تشتري سامسونج واسباب ما تخليكش تشتري سامسونج، مميزات وعيوب. وكنت بتكلم على التجربه، مميزات التجربه دي، عيوب التجربه دي. والحقيقه انا قررت ان انا هكمل السلسله دي، لكن كان لازم اجرب تجربه مطوله شخصيه لكل شركه. كنت ناوي انتقل من سامسونج لشاومي، اروح بقى اشتري موبايل شاومي عشان اخد تجربه شاومي المطوله، وبعد كده اعمل لكم بقى فيديوهات عن شاومي وتجربه شاومي. لكن حاليا انا انتقلت الايفون، فغالبا اللي جايه هتبقى ابل مش شاومي. هيبقى في نفس الحاجات دي عن ابل، وهكذا. فالسلسله دي طويله معانا، هتطور، هتاخد وقت، لكن هتكون نابعه من تجربه شخصيه طويله، فدي هتبقى مميزه جدا. السؤال اللي بعد كده من على جروب الفيسبوك برضو، وبيجي من احمد البغدادي، وبيسال هل الاي او اس هيغنيني عن الاندرويد بعد تجربتي. انا التجربه دي طبعا هنقلها فيديو كامل ليها لسه، يعني هاخد التجربه اكتر شويه وانقلها بعد كده. لكن انا حاليا متاقلم وسعيد جدا مع التجربه، وسعيد مع الموبايل بالمناسبه. صحيح في شويه حاجات كده بتعكنن عليك وبتحس ان انت مش عارف تعملها او متضايق منها، لكن في المقابل برضو في حاجات كتير بتحبها في النظام، بتحبها في الموبايل نفسه. يعني على سبيل المثال مثلا، انا مبقتش عارف ازاي هقدر ارجع لسامسونج مثلا بالبطاريات الكحيانه اللي عندها لان البطاريه في الايفون 14 برو عظيمه جدا، ببقى واثق فيها تماما وانا ماشي بيها. وفي حاجات حتى جوه النظام زي اداره الرام، زي سلاسه الانيميشنز ونعومتها، وان كنت انا يعني مش بتاع انيميشن قوي. الهابتك فيدباك او الفايبريشن العظيم، متجر التطبيقات اللي انا يعني بحبه جدا، الاب ستور بتصميمه الرائع، ويعني قدرته ان هو يوصلك لابلكيشنز ويعرفك على ابلكيشنز جديده بشكل مميز جدا، ويعرفك على العاب جديده بشكل مميز جدا. اتكلم عنها بشكل كامل في الفيديو بتاع الايفون. فالتجربه لحد الان ممتازه. يمكن انا شايف انه اندرويد لسه في تخصيصات اكتر، ولما جربت بقى الايفون كنت فاكر موضوع التخصيصات ده اللي هو شويه لعب وهنغير اللانشر وبتاع، انما اتضح ان لا. كنت بقعد اقول انا يعني ما بستخدمش تخصيصات كتير، لكن اتضح ان لا، في تخصيص حلو جدا في اندرويد، مفيد جدا. على سبيل المثال، يعني طبعا هتكلم عنها في فيديو لسه، بس على سبيل المثال فكره الكيبورد نفسه. ازاي الكيبورد بتاع اندرويد او الكيبوردات اللي عند اندرويد قادره تضيف مميزات كتير، وقادره تخليها يعني تخصصها زي ما انت عاوز، تحط صف ارقام تشيله، يبقى في تولز جوه الكيبورد، في كليب بورد جوه الكيبورد، في بحث جوجل وبحث يوتيوب وبحث سبوتيفاي وبحث كتير قوي جوه، تضيف ادوات جوه الكيبورد، حاجات كده كتير بتفيدك. فبقيت مقدر قوي التخصيص بتاع اندرويد، لانه لقيت انه فعلا بتحتاجه. ما اظنش ان تجربة الايفون هتخليني يعني اقول بقى لا دي احسن من تجربة الاندرويد بكتير لحد دلوقتي. يعني انا سعيد بيها وسعيد بالموبايل نفسه لكن الاندرويد مازال بالنسبة لي اندرويد برضه. ليه يعني؟ تخصيصه ده اكتشفت ان هو يمكن حبيته اكتر. ذكاء جوجل، اكتشفت ان جوجل مهم جدا. جوجل، خدمات جوجل صحيح هي تطبيقات جوجل موجودة جوه الاي او اس، لكن مساعد جوجل وخدمات جوجل المدموجه في الاندرويد اللي بتساعدك اكتر والطف كتير. فالحقيقه في فيديو تجربه كبير، لكن حتى الان اقول لك ان انا سعيد جدا مع الموبايل، سعيد جدا مع النظام، لكن ما اظنش ان هو يعني هيخليني اقول بقى الاندرويد ده تعبان وبتاع ولا انا مش هرجع للاندرويد تاني. لا، اظن ان انا هبقى حابب ارجع للاندرويد تاني، وان كنت مش هبقى حابب ارجع للبطاريات دي تاني يعني. عمر حسام من على جروب الفيسبوك برضو بيسألني على الجروبات قليلة الجودة اللي بتنافس جروبنا،
والناس اللي بتشتم في جروبنا. طبعا في جروب تاني يا جماعه او ال كيو كوميونتي، من الجروبات العظيمه جدا اللي انت ممكن تشتركوا فيها. يمكن ده اصلا سؤال هزار من عمر، وانا حابب استغل السؤال ده عشان اتكلم شويه عن الجروب. يمكن الجروب بتاعنا دلوقتي واحد من اكبر الجروبات بتاعه الموبايلات لما مش تبع اي شركه يعني، وبنتكلم على كل حاجه، كل الموبايلات يعني، مش مثلا شاومي او نوكيا او ايفون، لا احنا كل الناس. فاحنا واحد من اكبر الجروبات اللي بالشكل ده. ويمكن الجروب قائم كليا على الناس المميزه والاعضاء بتوعه، والبودكاست ده حتى بيطلع ناس من جوه الجروب. انا سعيد بالجروب ده. استغلت السؤال ده عشان اقول انا سعيد بالجروب، وان انت لازم تشترك في الجروب لو انت مش مشترك. بس نروح بعد كده على اسئله كوميونتي اليوتيوب. اول سؤال من عمر شامة بيتكلم على مستقبل سوني موبايل. هل قسم الموبايل جوه سوني هيبقى ناجح ولا هيفشل؟ الحقيقة انه انا شايف، قلتها قبل كده، سوني واخدة اتجاه مختلف خالص. هي مش عاوزة تعمل موبايلات مينستري او موبايلات للعامة يعني، هي هتعمل موبايل اسمه نيتش او نيتش، اللي هي موبايلات لفئة معينة موجهة لحاجة معينة بتديهم قيمة معينة. عامة الناس مش هيشوفوا ان دي قيمة. سوني جامدة جدا في الكاميرات، فابتدت تركز في موبايلاتها انها تبقى الموبايلات الصديقة للمصورين. بمعنى ان والله الراجل اللي بيستخدم كاميرات سوني ده لازم يبقى معاه موبايل سوني كمان، لانه هيديله نفس تجربة التصوير بالتطبيق بتاع التصوير، وهيبقى التصوير احترافي، لانه هيديله مميزات زي في السوني برو، هيديله مميزات يخليه يطلع بالكاميرا بتاعته السوني، يطلع لايف مباشر من الموبايل، والموبايل يبقى فيو فايندر. الحاجات دي كلها غالية، فاللي هتبقى موجودة في موبايله تبقى شيء عظيم. فبالتالي هو ادى هنا ميزة تنافسية مش موجودة عند حد غير عند سوني للفئة المعينة دي، بس هي فئة صغيرة اللي هي فئة المصورين. ممكن تستغل برضه سوني انها جامده جدا في الالعاب، عندها بلاي ستيشن اللي فيه الاف الجيمرز بيستخدموه، فتبتدي تخش في سوق الجيمنج، لكن لازم تقدم ميزه تنافسيه في الجيمنج، خلي موبايلاتها بتاعت العاب بجد، او يبقى ليها لازمه في الموضوع يعني. فده التوجه بتاع سوني، والحقيقه ان هو ابتدى اصلا يبقى مربح بالنسبه لهم يعني، لاول مره من سنين قسم الموبايل يبقى مربح. فانا شايف ان هو توجه ممتاز جدا. مش لازم نبقى من ستريم، مش لازم ننافس ابل وسامسونج، مش لازم ابقى رقم واحد ولا اتنين ولا تلاته ولا اربعه، المهم اكون بحقق ربح، وهو ده المطلوب وهي ناجحه فيه. فانا شايف ان هي لو مشيت كده وتميزت اكتر وفرقت موبايلاتها اكتر، لا هتقدم حاجه عظيمه، ولكن مش لكل الناس، وبالتالي هيفضل الناس من بعيد شايفينها ما بتقدمش حاجه، لكن هي بتقدم حاجه لناس معينه. سؤال تاني من عمر برضو بيتكلم على جوجل، هل تقدر انها تعمل نظامها الخاص على اجهزه البيكسل؟ الاجابه اللي هي لا، جوجل مش تعمل نظامها الخاص اللي هيبقى منفصل بقى وتبقى البيكسل بس، وتسيب بقى باقي الاندرويد، لان ببساطه جوجل مش جامده كهاردوير ميكر يعني، كصانع هاردوير. جوجل محتاجه شركات الاندرويد التانية اللي بتعمل هاردوير زي سامسونج وشاومي واوبو وغيرهم. ببساطه يعني الاندرويد اصلا ما كانش هيبقى اندرويد لولا سامسونج وهواوي واوبو وشاومي والناس دي كلها اللي شالت الاندرويد على كتافها وعملت موبايلات للعامه. فجوجل مش منتشره بالشكل ده، ولا هتقدر تبقى منتشره بالشكل ده، ومش من مصلحتها انها تنتشر اصلا، لان هي اصلا بتكسب كتير من اندرويد بخدمات جوجل اللي فيه، وجوجل سيرش وجوجل كروم اللي بقى فيه، وكسبانه حاجات كتير قوي في اللي هي مش محتاجه تروح تنافس وتعمل شركه تانية مش متاكده من نجاحها، او تعمل يعني حاجه مقفول عليها هي مش متاكده من نجاحها، واصلا مش هتنتشر قوي وتكره او تخلي الشركات التانية تكرهها، وبالتالي ما يبتدوش يستخدموا الحاجة بتاعتها تاني فتخسر. فلا، مش شايف ان جوجل هتنفصل. واخر سؤال ليك، تطبيق مجاني لاستعادة الملفات؟ فما اظنش ان فيه، او انا مش عارف. السؤال اللي بعد كده من على كوميونتي اليوتيوب برضو من نور احمد، ممكن جوجل تعمل ايه عشان تجبر الشركات تحسن اداء الموبايلات الاندرويد؟ شوف، ما اظنش انها ممكن تعمل حاجه قوي، لانه احنا كان عندنا تجربه قديمه مع ويندوز فون. انت عارف ويندوز فون كانت بتملكه مايكروسوفت، ولكن مايكروسوفت كانت بتفرض قيود كبيره قوي على الويندوز فون، اللي هو في هاردوير معين مش هينفع ما تنزلش غير بيه. لفتره طويله كان ويندوز فون ما ينفعش ينزل غير على معالجات من كوالكوم. انت عندك اندرويد بينزل على اي خرده، فانت يعني مش ما فيش اي ضمان للجوده بتاعه الحاجه يعني. وكان في تضييقات، والسوفت وير لازم يتعمل ابديت قد كده وهكذا. وفي المقابل الشركات ما كانش عاجبها ده، كانت شايفه ده مش مربح، فبتحجم شويه المصنعين، وده مش هيبقى سعيد قوي للمصنعين. وبالتالي الانفتاح ليه ضريبه يعني. انت عندك منفتح دلوقتي، تقدر تحط اندرويد على اي خردة واي حد يستخدمه ويوصل لفئات سعرية قليلة جدا، فبالتالي في ضريبة لده، وضريبته انه يبقى فيه شوية مشاكل في الاداء يمين وشمال يعني. اللي يقدر يضغط بقى على الشركات هو المستخدمين نفسهم، ان هم يضغطوا على الشركات ويعاقبوها، فالشركات تهتم اكتر بتجربة المستخدم وهكذا. سؤال تاني من نور، هل ترابط ويندوز واندرويد هيوصل لمستوى الماك والايفون؟ الحقيقة انه الى حد كبير هو وصل لمرحلة ممتازة جدا دلوقتي. انت تقدر تعمل مكالمة، تستقبل الرسائل وترسل رسائل، تقبل نوتيفيكيشنز وترد عليها، تفتح تطبيقاتك على اللاب،
تطبيقات الموبايل على اللاب، وتتحكم في الموبايل من اللاب، وتنقل الملفات من اللاب للموبايل لاسلكيا. وبقى كل شركه تقريبا من شركات الاندرويد عامه عندها حتى حاجات ترابط اكتر وحاجات مميزات اكتر. سامسونج عندها منظومه بقى سامسونج فلو، تقدر ان انت حتى تاخد الكلام كوبي هنا تنقله هنا، والكليب بورد تبقى مشتركه، وقصه كبيره. شاومي عندها حاجات جامده، هواوي كان عندها برضه حاجات جامده. فانا شايف انه لا، هو ابتدى يبقى في حاجات ممتازه، صحيح مش بمستوى السلاسه والنعومه في الاتصال ما بين اجهزه ابل وبعضها، وده يعني انا شايفه ضريبه مقبوله جدا تدفعها مقابل الانفتاح، ان انت تعمل ايكو سيستم من بره بقى الاندرويد والويندوز، ايكو سيستم بالاجهزه اللي انت عاوزها، اللاب من لينوفو ولا من ديل، وتجيب موبايل من سامسونج ولا من شاومي ولا من اوبو، وساعه من حته تانية خالص، وسماعه من حته تالتة خالص، وتعمل ايكو سيستم. مش هتبقى مربوط بخيارات ابل بس الناحيه التانية. فالضريبه مقبوله جدا بالنسبه لي، وشايفها يعني وصلت لمرحله ممتازه، وممكن توصل لمرحله احسن كمان في المستقبل. سؤال من محمود بيسالني على ماك فيرسس ويندوز، او ماك ضد ويندوز، هتكسب ايه وتخسر ايه؟ انا عمري ما جربت ماك كاستخدام شخصي يعني. ففي حاليا محمد الخياط على قناته، واسيب لكم الرابط بتاعه، هو بيستخدم ماك بوك دلوقتي، تجربه جديده بالنسبه له، وبيتكلم عن تجربته فيها، فاسيب لكم القناه بتاعته. ويمكن اسيب لكم برضو فيديوهات تانية بتتكلم على التجربه دي، انما انا شخصيا ما جربتش الماك قبل كده، فما اقدرش اقول لك يعني. نروح بعد كده بقى على اسئله انستجرام، واول واحد هو فؤاد، وبيسال ان هو عاوز يعمل قناه مراجعات، ومش عارف يجيب الموبايلات ازاي ان هو يعمل لها مراجعه، هل يبدا ازاي؟ خليني اقول لك على شويه افكار في موضوع ان انت تبدا قناه، بالذات قناه تقنيه. لازم تبقى عارف قبل ما تبدا ان السوق دلوقتي مزدحم، وزي ما قلت من شويه في الرد على سؤال سابق، ان السوق كمان دلوقتي مش احسن حاجه في السوق التقني تحديدا يعني. فمعنى ان السوق مزدحم معناه ان انت دخولك ليه دلوقتي صعب، مش مستحيل لكنه صعب، هياخد منك مجهود كبير قوي، ونسبة الفشل هتبقى عالية. ده لا يعني ان انا بقول لك ما تعملش قناة ما تخشش السوق ده، لا، لكن بحذرك ان انت عشان تخش في السوق ده لازم تقدم حاجة مميزة تخطف بيها العين لو عاوز تنجح بشكل كويس وبسرعة. وبالذات ان انت مثلا مش هيبقى معاك موبايلات. عاوز اقول لك اصلا ان الموبايلات مش هي اسرع طريقة ان انت تجيب فيوز، ان الريفيوز يمكن مش اعلى حاجه بتجيب فيوز. انت لو جيت تبص على احدث الناس اللي عملت قنوات ودخلت السوق ونجحت وطلعت بسرعه، عندك مثلا محمد حكيم، عندك مثلا تجربة مستخدم لبيبو، وعندك أحمد إبراهيم، هتلاحظ إن التلاتة عملوا حاجات مميزة، يعني كان في حاجة مميزاهم، سواء شخصيتهم، الشو اللي عملوه، الاستمرارية بتاعتهم، والطريقة اللي هم استخدموا عملوا بيها ريفيوز. كل واحد ليه حاجة مميزة. لو جيت بصيت وحللت الموقف هتلاحظ إن هم التلاتة فيهم حاجة مميزة، عشان كده عرفوا يطلعوا. وبالتالي أنت لازم تحلل الموقف كده، تشوف كل واحد قوته إيه، وأنت هتقدر تقدم إيه مميز، وقوتك هتبقى إيه مميزة، وتفكر في الحاجة اللي ناقصة في السوق ده وهيبقى عليها طلب، فتبتدي تقدمها، فتبتدي تتشهر، وبقى تجيلك بقى ديلز وسبونسر شيبس، وتشوف طريقك يعني، وهتلاقي مليون طريقة ان شاء الله تجيب بيها حاجة يعني. وممكن تصرف انت شوية يعني لو معاك فلوس، يعني في طرق كتير. السؤال اللي بعد كده من انستجرام برضو من اياد ابو الخير، زميل الكلية وصديقي في الكلية، عن مستقبل الفولدبلز، وهل هي هتبقى حاجة ليها مستقبل، ولا فكرة بقى ان الشاشات بتاعتها ضعيفة وبتتكسر ومش عارف ايه هتخليها حاجة ملهاش سوق. لو جينا بصينا على اي دي سي ونشوفها كاتبة ايه، كاتبة انه بحلول عام 25 متوقع انه مبيعات الفولدبلز ترتفع من 7 مليون وحدة دلوقتي ل 26 مليون وحدة. تطور كبير، ولكن ده هيبقى برضه لسه 2% بس او اقل من حجم مبيعات الموبايلات عموما، ده في 2025. فهي مش هتموت قوي توقعاتنا يعني، لا هتفضل مستمرة، ولكن الارتفاع بتاعها مش هيبقى ارتفاع جنوني، هيبقى ارتفاع ماشي بالراحة. بالنسبة لي انا شايف الفولدبلز فكرة صايعة جدا وجامدة جدا، لكن لحد دلوقتي هي ما لقيتش ميزة تخلي الناس تشتريها عشانها بشكل جامد، غير انها شكلها حلو او حاجه جديده. لكن مفيش كده سيناريو استخدام مختلف والناس تحس اللي هو لا ده انا محتاج فعلا اشتري فولدبل عشان الحاجه دي. لحد دلوقتي لا، ما قدموش حاجه مبهره قوي. من ناحيه الصعوبات اللي بتواجهها، الفولدبلز لسه اجهزه مش قويه، الشاشات بتاعتها بلاستيك وبيحصل فيها مشاكل. يمكن سامسونج هي الشركه اللي حامله على ظهرها موضوع الفولدبلز ده، فبتدوس فيه جامد. وشفنا ان الفولد 4 مثلا تقدم كتير جدا في الصعوبات دي، اللي هي اكثر قوه واكثر متانه، وبيدعموه بشكل افضل في الصيانه والكلام ده، لكن لسه برضه مش اقوى حاجه. فانا بالنسبه لي شايف ان هو عشان يبقى المستقبل وينطلق بشكل اكبر من كده لازم يشوفوا له ميزه، انا محتاج فولدبل. لكن لحد دلوقتي انت محدش يقدر يقول لك انا محتاج فولدبل، لا، الناس اللي بيشتريها كلها للرفاهيه، اللي شكله حلو وشكله جميل كده يعني. فلحد ما يلاقوا ميزه او حاجه تخلي الفولدبلز دي مهمه جدا ان انا اروح اشتريها، شايف ان هو مش هتبقى المستقبل لسه.
بس مش هتموت. في سؤال بعد كده من واحد اسمه توكسيك مارك، بيسالني على لو معاه شويه فلوس يعمل بيها ايه. والحقيقه ان انا ما اعرفش، لان ماليش في الاقتصاد قوي، او يعني متابع اقتصاد لكن ما اقدرش ان انا انصحك، ما عنديش خبره يعني. ممكن اسيب لك برضه تحت في الديسكربشن، مش عارف انا هسيب حاجات كتير قوي تحت في الديسكربشن، بس ان شاء الله افتكر اسيبها يعني. قنوات اقتصاديه بقى ممكن تساعدك احسن مني بكتير طبعا. اخر حاجه حابب اختمها برساله لطيفه بتاعت عمرو، اللي حابب يشكرنا مش حابب يسالنا اي حاجه. شكرا ليا صديقي، وشكرا لكل واحد فضل يتفرج لحد دلوقتي. دي كانت نهايه الحلقه، وسلام.